مساء الخير عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ ورجعنا لكم بفيديو يا رب يعجبكم. اهم حاجه بقى تحطوا لي اللايك الجميل والاشتراك. صباح كل التفاؤل، طبعا بصور بالليل فخلينا نقول صباح مساء كل التفاؤل ومساء كل الخير وصباح كل النشاط وصباح الخيرات، وربنا يا رب كده يديمكم نعمه في حياتنا يا رب، اللهم امين. حط لي لايكك واشتراكك الجميل، وتعالوا نشوف الفيديو بتاعنا بنعمل فيه ايه. البت ندى بقى قالت لي يا ماما نفسي اكل فسيخ من عينيا. ففي محل سمك كنت بجيب منه، بعت اشتري منه فسيخ، قال لي الكيلو ب200 جنيه. ليه يا جماعة؟ في فسيخ طوبار ولا بوري؟ قال لي لا ده طوبار. امال البوري بكام؟ اه هو كده يا مدام. تمام ماشي خلاص. اشتريت بقى، قلت لا طب والله هعمله في البيت وبعمل والله. بس الكسل والوقت اللي هي طلبت فيه نفسي يا ماما اكل فسيخ. تمام، فعملنا بقى شوية فسيخ محترمين كده. فقلت بقى ايه اشارككم الفيديو بتاعنا وازاي عملنا الفسيخ. طبعا غسلت السمك وصفيته وسبته برضو يصفي كده ايه وانا قلباه بالطريقة دي. كده غسلته وانا ايه بالليل. تمام. طبعا. قمت الصبح بقى، كنت رحت المشوار بتاعي وجيت. فقلت بقى ايه يلا بسرعة كده اعمل كام حاجة. طبعا المشوار بتاعي ان انا وديت ادم الحضانة. تمام، انتوا فاهمين الكلام ده طبعا. عماله تقطعي ايه كده يا منى؟ ده هقول لكم دلوقتي، اصبروا. طبعا السمك ده انا سايباه من بالليل، عايزه بقى مش عايزه يكون فيه ميه خالص. هعمل ايه؟ هحط بقى المناديل كده اصفيه من الميه خالص. وهو طبيعي مش فيه ميه كمان، بس برضو زياده اطمئنان. عايزه الفسيخ بتاعك يبقى حلو، اهم حاجه ما يكونش فيه ولا نقطه ميه. فانت تعملي ايه بقى؟ يعني انا سبته يصفي من بالليل للصبح. وقمت الصبح على ما وديت ادم الحضانه وجيت حطيت المناديل زي ما انتوا شايفين كده. برضو هسيبها شويه، قيمه نص ساعه ولا ساعه، على ما اشوف الدنيا حوالين مني ايه، اجهز فطار ولا كده. وهرجع له تاني. تمام. هيكون بقى ايه خلاص كده بقى ابن لذينه نشف خالص من جوه ومن بره. تمام. واعملي بقى الفسيخ بالطريقة بتاعتي دي ان شاء الله تعجبكم. كان يعني بصوا عايزة اقول لكم هتاخدي النتيجة، هتبهرك بجد والله العظيم هتبهرك. ويبقى يوريني يبقى ابو 200 جنيه ده. طب عشان خاطرك ب180؟ لا يا اخوي، ده انا جبت 2 كيلو ب90 جنيه. 2 كيلو سمك ب90 جنيه. وهناكل ونأكل الجيران كمان معانا. انا هوريك، كان نفسي اجيب بوري والله بجد، بس لقيت كيلو البوري ب90 جنيه ومش كان موجود كمان. تمام. فعديها. وطبعا قلبته كده عشان حتى برضو لو في مية ولا حاجة تنزل على المنديل اللي في الخياشيم دي. خلاص. سبته كده بقى شوية. وجهزت الملح بتاعي، عندي ملح خشن. كوباية ملح. برضو هجيب شطة. وهجيب كركم. ونقلب كله مع بعض. وجهزت ازازة الزيت بتاعتي، مش هحط زيت كتير. هقلب الملح مع الشطة مع الكركم. جهزت الكياس بتاعتي. على قد ما تقدري حطي بقى كيس، بصي توصي حوشي شوية كياس كده. وروحي بقى مطلعاه، ما تستخسريش. ونبدأ بقى ايه، نطلع المناديل اللي احنا حطيناها في السمك ده، حشين السمك مناديل. شفتوا بقى بدأت ايه اعمل مساج كده للسمكة وافك السمكة كده معايا. ادوس عليها كده عشان ايه بقى؟ لحم السمكة يفك كده من الجلد يبقى الدنيا مية مية. حتى تبصوا ايديا ناشفة اهي مش مبلولة يعني. مفيش اي حاجة خالص. السمكة ناشفة خالص خالص من المية. حطيت شوية ملح في الكيس، في قعر الكيس كده في الأرضية بتاعة الكيس، وبدأت أحشي السمك. مش تكتري وتكبسي ملح كده، لا، عشان ما يبقاش ملح معاكي اوفر. يعني هو كده الطريقة كده ملح كان مظبوط ومظبوط خالص كمان. تمام. حشيت عملت السمكة خلف خلاف يعني ايه، الديل جنب الراس. تمام. وعملتهم على كيسين. هما كانوا 9 سمكات، 5 في كيس و4 في كيس، ومشيت الحمد لله. وهحط بقى ايه شوية زيت في كل كيس كده.
مش الازازة مش مفتوحة، هي مخرومة خرم صغير كده، بستعملها بقى براحتي. تمام، يعني مش ده كله ان انا بكب فيه زيت، لا ده هي ايه الموضوع كله معلقة واحدة زيت. هبدأ بقى ايه اقفل كياسي حلو. وبصوا بقى، اهم حاجة الهوا فرغي الكيس تماما من الهوا. خلاص، وبعد ما تخلصي طبعا هلمه كله كده في الكيس. وبعد كده بقى رحت حاطاه في جردل، وشفت طوبة كبيرة قد كده، قلب طوب كبير كده اهو، ورحت حاطاه على غطا الجردل. منعنا الهوا خالص كمان. تمام. وركنته طبعا بره البيت خالص، حطيته في المدخل بتاع السلم كده، ومش حد عارف ده ايه. وسبته، ولا كان ليه ريحة ولا كان اي حاجة، يعني حتى لو في ريحة كان البيت كله من بره تعبى ريحة، ما كانش فيه خالص. وحتى يعني لما فتحت عليه وجبته، مش عايزة اقول لكم بقى يا جماعة، بص كنت خايفة كده وانا بفتح، فلقيت اول ما فتحت الغطا بتاع الجردل وشميت الريحة، لا ريحة ذكية كده، ريحة حلوة بجد، يعني مش ريحة وحشة نفاذة، لا. اطمنت. حت قلت كده ايه، تمام، اليوم بتاعنا هيعدي ان شاء الله. تمام. هو مشكلته بس ان هو كان سمك صغير، كان عايز البوري، بس يا ريتني لقيت بوري 90 اللي كان يخليني ادفع 180 جنيه. كنت جبت كيلو ب90، كيلو ونص، 2 كيلو. بس الحمد لله. المرة الجاية في شم النسيم. حطي لي بقى لايكك الجميل واشتراكك كده. شوف انا عماله اقفل في الكياس، وعماله يعني بكل ضغط كده ان انا اضغط على الكيس عشان اقفل الكيس حلو. تمام. هاتي بقى كل الكياس اللي عندك، ما تستخسريش، يعني أنا برضو عماله احط في الكيس. خايفين المية يطلع له ريحه. تمام. وحاجه كده بقى بيتي ونضيفه، ومش سبت السمكه تعمل كده تنفخ كده وتبقى، لا. سمكة حاجة، يعني حاجة كده محترمة، عمايل ايدك. تمام. ونضيفة وضامنة، ولا حاجة كده ولا حاجة كده، لا. حاجة مية مية. وحاجة كده من صنع ايديك، وهتاكلي حاجة ما تقلقيش وما تخافيش منها. خلاص كده. انا بقول لكم كده هسيبه بقى 10 ايام. تمام. وبالفعل كان 10 ايام. تمام. جينا بقى بعد ال10 ايام، جبت كيس حوالين مني كده عشان بقى ايه، نشوف الموضوع بتاعنا ده الدنيا ترسى عليه. طبعا طلعت الكيس اهو، غطا الجردل. نبدأ بقى. كده بعد ال10 ايام والله ما كان له ريحة خالص. تمام. يا فسيخك يا ام ندى، الله 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 عليكي، يا حلوياتك. يا رب تصلح ما بين ايدينا وايديكوا يا رب، وتعملوا الحلو كله من ايديكوا. هنبدأ بقى نفك الكفن واحدة واحدة كده، لان انا عمالة ابص لقيت كله اكياس. كله اكياس، ايه يا جماعة، في كل ده اكياس. يلا. بقول شمين الريحة. ما شاء الله. حط لي بقى لايكك الجميل والاشتراك وفعلنا الجرس. ويا رب الفيديوهات بتاعتنا تعجبكم، وشغل ايدينا كمان يعجبكم. وتكتسبوا اي حاجة من الفيديوهات بتاعتنا، تنول اعجابكم كده ان شاء الله. شايفين بقى الفسيخ بتاعنا، الله الله يا ام ندى، الله. ما استنيتش بقى، كان نفسي افتح السمكية كده اشوف ايه الدنيا، الشكل من بره السمكة كده ايه ملبن كده في ايديا. فقلت لا والله، لا فاتحة سمكة بقى اشوف الدنيا من جوه عاملة ايه. تمام. الله الله على اللون، ايه الجمال ده.
لا برافو عليا بجد، ما شاء الله. شايفين بقى حاجة كده واللون وردي كده، ايه ده؟ ايه الحلاوة دي؟ والطعم بقى مش عايزة اقول لكم. بص، حدث ولا حرج. ايه الحلاوة دي؟ شوية فسيخ، عايزين شوية بصل اخضر، ياي، وشوية عيش طري، وكل بقى يا معلم كده واديها حبة فسيخ كده معمولين على ايدك وحاجة نظيفة. هبدأ بقى اقشر الكلام ده كله. انا ما بحبش اقشره، بس عندي جوزي ما بحبش اللي هو السفه بتاع السمك ده، القشر يعني بتاع السمك. لا بقى اقشره كده واظبط الدنيا ونظبط كل حاجة، نظبط المظابيط على رأي اللي بيقولوا، ونفتح السمك ونبدأ بقى ناكل كده بقى، ونشوف احنا هنتغدى ايه او نظبط الدنيا ازاي. ماشي. عندي يوسف برضو ما بيحبش الفسيخ، هو ولا ادم. فاضطريت بقى جبت لهم تونة وعملت لهم سلطة التونة حلوة برضو، كانت ممتازة وكانت فظيعة كمان يعني، ما شاء الله. تمام، دي كده اديته شطفة كده من القشر اللي عليه. وهبدأ بقى ايه افتح السمك كده بقى، ايه ماشيين خطوة خطوة يعني، من اول ما غسلنا السمك عشان نفسخه، فسخنا السمكة وما شاء الله. دلوقتي ايه بقى، فتحنا السمك مع بعض. ما حبيتش انزل طريقة ازاي ان احنا نفسخ السمك من غير ما اوريكم بقى ايه هو هيطلع معايا عامل ازاي. شايفين بقى حاجة كده جامدة بجد والله، واللون بتاعها تحفة. شايفين بقى ما شاء الله. هجيب الطبق بتاعي بقى وابدأ اجهز كده الاكل. حطيلي بقى لايكك الجميل وادعمي قناتنا، وحاولوا يا جماعة تشاهدوا في الفيديوهات شوية يعني. مش بتعملوا لله يا جماعة؟ اعملوا لله معايا يعني، شاهدونا في الفيديوهات حب. اكتبوا لنا طبعا كومنتات. طبعا دلوقتي في السمك اللي هي السردينة الصغيرة برضه، ونفسي فيها هجيبها كده ان شاء الله نفسخها مع بعض. والرنجة الصغيرة ما شاء الله. طبعا الكاميرا هنا معرفش ايه اللي حصل في الفلاتر بتاعة التصوير وانا بصور، ف برغم اني زعلت بس قلت والله هنزلها برضو. حلو حلو. هي مغمقة اللون شوية او ابصر، ما انا عارفة عاملة في اللون ليه كده، بس يلا قلت والله اللي انزله. هو كده كده انتوا شفتوه في الاول، هو نفس الشكل يعني. ايه الفلاتر بتاعة التليفون معرفش ايه اللي حصل وانا بصور. ما شاء الله شكله بقى. وعصرنا الليمون بتاعنا، وهنبدأ بقى نشوف احنا هنعمل جنب منه ايه. شايفين بقى حاجة تحفة كده. ايوه كده. تمام كده الفسيخ بتاعنا. وطبعا عملنا طبق بتنجان محترم بالدقة بقى، وقرينا وبرده كان فيه فلفل وبطاطس وجرجير. وعملت سلطة التونة زي ما قلت لكم برضو جميلة، بعملها جميلة. عيالي بيحبوا الطريقة دي قوي منها. واهي بصل على فلفل على ليمون على طماطم على سنة خل صغيرة. تمام. وكل حاجة ايه ما شاء الله، وبصل اخضر وجرجير طبعا وعيش. ده كان غدانا. والطريقة يا رب بتاعة الفسيخ تعجبكم، في الطريقة ناجحة جدا 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 وما شاء الله. وجربي الاول قبل ما تعملي كمية كبيرة وشوفي طريقتي حلوة ولا ايه. حطولي اللايك والاشتراك وفعلونا الجرس في رعاية الله.